بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض إن شاء الله في كتاب جيم للصف السادس الابتدائي. عام 2026. أول حاجة معايا في الكتاب هنا بيعرفني إن نواتج التعلم بتاعة هرم بلوم تصنيف بلوم تم مراعاتها في هذا الكتاب. بعد كده هنا بيقول لي الكتاب مركز على شرح طبعا مبسط، اختبار كل وحدة، تدريبات متنوعة ومدرجة في المستوى، وفي الآخر تحديد مستوى في نهاية كل اختبار. في يعتبر حاجة زي مسطرة للتقدم، قياس مستوى التقدم في نهاية كل وحدة. بعد كده هنا يعتبر رحلة اللي احنا بنخوضها جوه الكتاب او الفهرس بتاع الكتاب. اول حاجة معايا لسه ريمبر، ده جزء خاص بمهارة او تنمية مهارات الطلاب قبل البدء في العام الدراسي. في بعد كده the main idea of the text، هنا تلخيص نصوص المحادثات. في بعد كده اللي هي القواعد اللغوية. في بعد كده ممارسة على كل درس، تدريبات على كل درس. في بعد كده تسميع أهم الكلمات الموجودة في كل وحدة، انجليزي عربي وعربي انجليزي. في بعد كده اختبار على كل وحده. في بعد كده اختبار خاص بالازهر على كل وحده برضو. وفي بعد كده مع نهايه كل وحدتين في مراجعه شهريه، يعني يعتبر بالموازاه مع اختبارات موجوده في المدرسه. في بعد كده اخر خالص يعتبر مراجعه نهائيه وامتحانات. وفي بعد كده الجزء الخاص بالكتابه او اجابات الخاصه بالباراجرافات والديكتيشن اللي هو تسميع الكلمات. في بعد كده الفهرس الخاص بالوحدات الموجوده جوه الكتاب. بعد كده هنا بقول اول جزء معايا حاجه اسمها let's remember. الجزء دوت يهدف تنميه مهارات القراءه والكتابه لدى الطالب. دي يعتبر حاجه
زي كورس تأسيس للايه للطالب قبل ما يبدأ الايه الوحدة بتاعته او المنهج بتاعه. اول حاجة معايا هنا بيقول لي ايه؟ دي طبعا listening listen right true and false T for true and F for false. drink little water throughout the day نشرب مياه قليلة ايه خلال اليوم، مياه قليلة جدا، لا طبعا false. exercise helps you feel good التمرين بيساعدك في تشعر بايه انك بخير، اكيد true. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D اختار الإجابة الصحيحة من A و B و C or D. I can climb the high أكيد طبعا إيه يصلك لإيه الجبل high mountain. بعد كده are kind of animals نوع من أنواع الحيوانات هتبقى kangaroos الكنغر. I like to photos في فعل خاص بكلمة photos اللي هو إيه take photos يلتقط الصور with my phone مع التليفون. بعد كده I like fresh food أنا أحب الإيه الطعام الإيه الطازج. What are you amos or be بعد الفعل زائد الفعل آخره ing doing. the children الأطفال مالهم yesterday في الماضي يبقى على فعلين في زمن الماضي تبقى كلمة played. the children played football yesterday. في بعد كده هنا بقول ايه read and circle the odd one out and replace it with the correct one. يعني هنستبدل في واحدة من الكلمات ديت مش تبع المجموعة هنضع حواليها دايرة ونجيب ايه كلمة بتكمل المجموعة دي. طبعا أول حاجة معايا كلمة ايه هتبقى فش دي كلها انواع من انواع النباتات ما عدا كلمه ايه فش دي كله خضار ما عدا ايه فش. ممكن مثلا ايه وليكن ايه نكتب مثلا هنا كيوكمبر خيار كيوكمبر خيار. في بعد كده باج بوك رولر ايس كريم هتبقى طبعا ايه ايس كريم دي كلها ادوات مدرسيه ما عدا كلمه ايه ايس كريم. ممكن نقول هنا مثلا وليكن بنسل المصاص من ضمن الادوات المدرسيه البنسل. في بعد كده cook happy delicious sad دي كلها صفات ما عدا كلمة cook معناها يطبخ. نكتب هنا مثلا وليكن أي صفة وليكن مثلا كلمة beautiful جميل. في بعد كده write drank watch kick دي كلها أفعال في المضارع ما عدا كلمة drank دي فعل في الماضي فنجيب برضو فعل في المضارع وليكن مثلا كلمة clean ينظف. بعد كده هنا بيقول لي read and text read the text and answer the question اقرأ النص دوت وجاوب على الأسئلة اللي جاية بعده. games are a wonderful way to have fun and learn الألعاب دي طريقة ممتعة جدا رائعة جدا للتعلم ولا الاستمتاع. we can play games inside or outside ممكن نلعب الألعاب ديت بالداخل أو بالخارج. some games use a board بعض الألعاب بتستخدم نظام لوحي like snake and ladder زي مثلا السلم والتعبان نستخدم طاولة ترابيزة. games help us learn to share take turns and follow rules الألعاب دايما بتساعدنا في تعلم المشاركة وتبادل الأدوار واتباع القواعد. they also teach us how to win and lose smartly طبعا الألعاب بتعلمنا إن إحنا إزاي نفوز وإزاي نخسر بذكاء. أول حاجة معايا the game snakes and ladder is a هتبقى طبعا board game ألعاب الطاولة من ضمن ألعاب الطاولة. بعد كده the underline word smartly means معناها بتساوي كلمة cleverly بذكاء. where can we play games أين نستطيع أن نلعب الألعاب بشكل عام هتبقى inside or outside بالداخل أو بالخارج. في بعد كده read and write the correct form of the word between brackets اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة من الكلمات الموجودة ما بين الأقواس. my parents now ادام في كلمة now يبقى زمن دوت زمن مضارع مستمر بيكون من بيكون من الفاعل ومن الفاعل جمع هي بعده حاجة اسمها are عشان الفاعل جمع زائد الفعل الآخر eat هتبقى eating. في بعد كده سارة is a help girl هتبقى helpful girl الصفة من كلمة help هتبقى helpful. بعد كده دايما بتساعدني يبقى شخص helpful خدوم. put the words in the correct order to make sentence بمعنى هنرتب هذه الكلمات عشان نكون جملة صحيحة. أول حاجة معايا هتبدأ بالكلمة اللي تحتها خط the sky is blue. في بعد كده the children الأطفال ate the pizza quickly. بعد كده what are you doing. بعد كده the girls are happy. في بعد كده translate from English to Arabic from Arabic to English هنترجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية والعكس اللغة الإنجليزية للغة العربية. أول حاجة معايا I play volleyball on Fridays أنا بلعب كرة طايرة أيام الجمعة أو كل جمعة
ألعب بالعربية، ألعب الكرة الطائرة أيام الجمعة، أيام الجمعة. وهنا بس مش ظابطة الإيه كتابة بالعربي. طيب في بعد كده وصل القطار في الساعة 6 مساء، هقول the train reached or arrived. reached وصل، arrived وصل برضو. at في تمام الساعة at 6 o'clock، في تمام الساعة 6 إيه مساء. ممكن مثلا إيه at 6 p.m. عشان نكون يعني إيه 6 p.m. معناها السادسة إيه مساء. هنا بقول لي write a paragraph about my daily routine. اكتب باراجراف موضوع تعبير عن روتينك اليومي. ممكن اكتب مثلا اقول ايه، اعرف بنفسي اولا، اول حاجه عشان ايه الموضوع بيتكلم عني عن حاجه تخصني فبعرف بنفسي. اقول مثلا my name is وليكن ايه عمر، my name is عمر. تمام. بعد كده اقول I get up at 6 o'clock every morning. بصحى كل يوم الساعه 6 الصبح. بعد كده then I wash my face. بغسل وشي. after that I eat my breakfast. بعد كده ايه بتناول الافطار، وجبة الافطار بتاعتي. I go to school at 7 o'clock. بروح مدرسة الساعة 7 صباحا. I walk with my friends. بروح مع أصدقائي مشي للمدرسة because it is close to my house. لأنها بالقرب من من منزلي. المدرسة قريبة من منزلي فعشان كده باخدها إيه مشي. تمام كده. لو هي بعيدة أقول مثلا إيه I take the bus. أنا بستقل الأتوبيس عشان إيه because it is far. لأنها بعيدة جدا عن منزلي. تمام. على حسب إيه إحنا وإيه واختيارنا. تمام. I مثلا إيه I play in the break. بلعب في الفسحة with my friends مع أصدقائي. after school I go home. بعد ما المدرسة بذهب للمنزل. I have lunch with my family. بتناول الغداء مع عائلتي. تمام كده. I study my lesson and do my homework. بذاكر دروسي وبعمل الواجب المنزلي بتاعي. Then I watch TV with my brother. بشاهد التلفزيون مع أخي. تمام كده. I do أو I exercise. بتمرن. تمام كده. أو I go out. بخرج with my friend مع صاحبي أو مع أصدقائي friends. تمام كده. I go to bed at 10 o'clock. بذهب للنوم الساعة مثلا إيه 10. دي كلها جمل للتعبير عن إيه عن daily routine اللي هو روتين اليومي، الحاجة اللي بعملها بشكل يومي. طبعا أنا هنا ما كتبتش ليه؟ علشان مش عاوز أحصر الإيه الكتابة في جمل معينة، جمل محددة. أنا عاوز الموضوع هنا إيه السؤال ده بالذات إبداعي. أنا ممكن أديك أفكار تمام كده وتاخد منها، بس أنا عاوز برضو أنت تكتب من عندك من دماغك. تمام. ممكن اديك فكره او اتنين او تلاته حتى ايه بشكل ايه يعني اقصى حاجه 3 افكار 3 جمل، بس انا عاوز الايه معظم الجمل تكون ايه من دماغك انت تكون فاهمها، تكون من ابداعك انت. تمام. النهارده برضو مع بعض ان شاء الله في اثناء الايه المنهج. اول حاجه معايا هنا ايه previous year revision on grammar. دي مراجعه للسنوات السابقه على القواعد. اول حاجه معايا the present simple tense زمن المضارع البسيط. بنستخدم زمن المضارع البسيط للحديث عن ايه الحقائق والعادات والروتين والاشياء نقوم بها بشكل متكرر. تمام كده. فورم الصيغه affirmative form صيغه الاثبات بتكون من ايه بتكون من الفاعل اللي هو I we you they او اي اسم جمع بيجي بعده حاجه اسمها ايه انف اللي هو المصدر infinitive. مثال they do their homework every day. هنا الفعل جمعها فجبت بعده ايه الفعل في المصدر do. اما لو فعل هي او شي او it او اي اسم مفرد بيجي بعده الفعل اخره اس اي اس اي اس. طبعا بشروط معينة مش من دماغي. he listens to music at night. هو بيستمع الموسيقى بالليل. he جه بعدها الفعل اخره ايه اس. بعد كده negative form صيغة النفي بيكون من ايه subject هو الفعل الجمع زائد don't زائد مصدر الفعل. we don't watch TV at school. بمعنى احنا لا نشاهد التلفزيون في المدرسة لأن نشاهده. بعد كده لو فعلنا مفرد لو هي أو شي أو it أو أي اسم مفرد بيجي بعده حاجة اسمها doesn't زائد الفعل في المصدر. she doesn't play the piano. هي لم تعزف على البيانو. بليه هنا معناها ايه مش معناها يلعب، امال معناها ايه هنا ايه معناها يعزف. بعد كده yes no question صيغة السؤال بهل بسأل بايه بحاجة اسمها do زائد الفعل الجمع زائد الفعل في المصدر. اما لو فعل مفرد بسأل بحاجة اسمها does زائد الفعل المفرد زائد الفعل في المصدر. do you like the Italian pizza? does Amira have a car? وهنا اجابة السؤالين او اليس او نو مفيش اجابة تالتة هي يس يا نو. في بعد كده WH question سؤال باستخدام استفهام مناسبة على حسب انا بسأل عليه بالظبط.
باجي بقى استفهام مناسبة زائد دو أو does على حسب الفعل اللي جاي بعد دو أو does. لو فعل جمع بسأل بحاجة اسمها دو، لو فعل does فعل مفرد بسأل بحاجة اسمها does. زائد برضو إيه الفعل في المصدر في حالتين. What do you do on Friday؟ ما يستفعل أيام الجمعة. What time does he get up؟ متى يستيقظ؟ طبعا في زمن مضارع بسيط في كلمات دالة بتعبر عن الزمن دوت، زي مثلا كلمة إيه؟ never أبدا، rarely نادرا، sometimes أحيانا، often غالبا، usually عادة، always اللي هو ايه اللي هو دائما. في بعد كده وطبعا الكلمات ديت ليها مكانين، اما تأتي قبل الفعل مباشرة. عمر usually visits his grandparents on holidays، فكلمة usually هنا جت قبل الفعل، واما ان تأتي بعد ايه بعد am و is و are. she is always helpful، كلمة always هنا جت بعد ايه جت بعد is. بعد كده الفعل يكون في زمن المضارع البسيط verb to be. طبعا verb to be ليه اكتر من شكل في المضارع، اما يكون am او is او are على حسب ايه على حسب الضمير اللي جاي معاها. يعني لو الضمير اسمه I هيبقى يجي بعده حاجه اسمها ايه am. هي او she او it او اي اسم مفرد هيجي بعده حاجه اسمها is. اما لو we you they او اي فاعل او اسم جمع هيجي بعده حاجه اسمها ايه are. تمام كده I am، هي she it يبقى is، we you they يبقى ايه are. طبعا ايه am نفيها am نفيها are نفيها aren't، وبسأل بام وإز وار ذات نفسها زائد الفعل على حسب الفاعل. لو فعل هنا مفرد بسأل بحاجة اسمها اس، لو فعل جمع بسأل بحاجة اسمها ايه ار. تمام. طب فين ام اصلا ما ينفعش اسأل بيها، وانا هسأل نفسي ما ام معناها ايه ام مثلا ام اي، هل انا كده بسأل نفسي؟ ممكن انت في حالة واحدة بس، لو انا مثلا سؤال مش حقيقي سؤال بلاغي، ودي حاجة يعني ايه ما تخصناش دلوقتي. اللي يهمنا ايه لو فعل مفرد بسأل بحاجه اسمها is، لو فعل جمع بسأل بحاجه اسمها ايه are. is she a vet؟ هل هي طبيبه بيطريه؟ yes she is. are you thirsty؟ هل انت عطشان؟ no I am not، لا لست عطشان. او تلاحظوا هنا السؤال بار وجاوبت بايه بام. ليه؟ عشان يو في السؤال تحول لاي ويو في الاجابه تحول ليو وهكذا، والعكس صحيح. في بعد كده تمرينات على زمن المضارع البسيط. اول حاجه معايا read and choose the correct answer، اقرأ واختر الإجابة الصحيحة. أول حاجة معايا it never sometimes often ever snows in summer، تمطر ثلجا في الصيف. يبقى أول حاجة تمطر ثلجا في الصيف تبقى كلمة طبعا هتبقى never، لا تمطر ثلجا في الصيف. بعد كده Liane likes music، تحب الموسيقى تبقى she طبعا always listen to music، دائما ما تستمع إلى الموسيقى. بعد كده أدهم often، أدهم دي فعل مفرد هتبقى often reads، فعل آخره اس عشان الفعل هنا مفرد reads magazine in the morning. What do you usually؟ استفهام زائد do أو does زائد الفعل زائد الفعل في المصدر. فين الفعل في المصدر؟ هو الفعل بدون أي إضافة بدون أي زيادة، تبقى كلمة إيه play on the weekends. My parents والدي مالهم؟ هنا فعل جمع يبقى يجي بعده إيه الفعل إيه في المصدر، تبقى كلمة إيه live in an apartment. She فعل مفرد usually always never ever، هختار منهم على حسب معنى الجملة. plays in the street تلعب في الشارع، she played in the club تلعب في النادي. طب هي طبعا ايه ما بتلعبش في الشارع تبقى كلمة ايه never. بعد كده does the driver، do أو does بيجي بعد الفعل زي مصدر الفعل. فين مصدر الفعل؟ كلمة where. بعد كده the children الأطفال never لا، طبعا الفعل هنا جامع لاسم جامع هيجي بعده طبعا ايه الفعل في المصدر هو كلمة ايه go، never go to the cinema. بعد كده do you، do أو does زائد الفاعل زائد ايه زائد مصدر الفعل تبقى do you like chocolate cake. بعد كده my mom always، my mom هنا الفعل المفرد هتبقى my mom always likes عشان الفعل المفرد جبت فعل آخره ايه s. بعد كده they play at night، they هنا طبعا ايه ضمير جمع تبقى هسأل بحاجة اسمها دو عشان دو بتيجي مع الفعل الجمع أو ضمير الجمع. بعد كده he always gets always get always up early، طبعا ظرف تكرار بيجي قبل الفعل ففين قدامي يبقى دول قدامي بس always get. وعشان الفعل هنا فاعل مفرد فدور على فعل آخره حرف الاس تبقى always gets اللي هي أول اختيار قدامي اللي هو ده. بعد كده the journey اسم مفرد أو فعل مفرد بيجي بعده فعل آخره اس تبقى takes an hour تستغرق إيه حوالي ساعة. بعد كده read and write the correct form of the words between brackets، يعني اقرأ واكتب
الصيغة الصحيحة من هذه الكلمات ما بين قوسين دي. أول حاجة معايا كلمة إيه؟ she. طبعا نعوض فيها هنا كلمة not تبقى she doesn't. بان في حاجة اسمها إيه؟ doesn't تبقى she doesn't، آسف تبقى D O E S N apostrophe T. She doesn't play tennis every day. بعد كده they بسأل بزي بحاجة اسمها ايه؟ do تبقى دي او. do they usually play football. السؤال اللي بعده أحمد and ليلى always. طبعا الفعل جمع هجيب حاجة اسمها ايه؟ clean مش cleans، مصدر الفعل clean. the library هنا الفعل المفرد هتيجي بفعل ايه؟ آخره حرف الاس تبقى closes. لو تلاحظوا أنا أصلا يعني ايه ما بكملش الجملة، بس يا دوك ايه بعرف الفاعل هل هو مفرد هل هو جمع باجي بكمل بعد كده. يعني مثلا it هنا فعل مفرد، في المفرد بس بنفي بحاجه اسمها ايه؟ طبعا doesn't D O E S N apostrophe T doesn't. بعد كده امجد happy now الان verb to be اللي هو am او is او are حسب الفعل اللي جاي بعده. امجد دوت فاعل مفرد بس بحاجه اسمها ايه؟ is. بعد كده نهى never لا drinks لا تشرب، هي اصلا هنا مش كامله خطا بس من الكتاب تبقى drinks coffee at night لا تشرب القهوه بالليل. بعد كده دينا goes always هتبقى العكس بقى، هتبقى always get goes العكس عشان احنا قلنا قبل كده ان المصدر ظرف تكرار بياتي قبل الفعل وليس بعده. السؤال اللي بعد كده she is always tired after work هي دايما ايه تعبانه بعد الليل عمل. she is always active هي دايما نشيطه يبقى هي دايما ايه؟ يبقى هي مش ايه تعبانه يبقى she is never N E V E R. بعد كده عمرو don't. طبعا عمرو اسم مفرد هيجيب حاجه بعدها اسمها ايه؟ doesn't. how you usually go to work طبعا you جمع بجيب حاجه اسمها ايه معاها مع الجمع do. how do you usually go to work. الجمله اللي بعد كده be verb to be اللي هو am و is و are حسب الفعل جاي بعده. they هنا فاعل او ضمير هنا جمع بجيب حاجه اسمها ايه؟ are they at home today. do you do بيجي بعدها الفاعل زائد مصدر الفعل بتاع giving اسمه give G I V E. الجزء اللي بعد كده the present continuous tense زمن المضارع المستمر. طبعا مضارع مستمر بيتكون من ايه؟ بيتكون او بيعبر عن الاول بيستخدم لزمن التعبير عن ايه؟ عن فعل يحدث الان اثناء وقت الكلام. بيكون من ايه في جمله مثبته؟ بيكون من حاجه اسمها I هي بعدها حاجه اسمها am هي she زي هي بعدها ايه؟ are. طبعا am و is و are برضه بيجي بعدهم الفعل الاخر ing. وهنا am و is و are تعتبر افعال مساعده يعني ملهاش معنى لوحدها ملهاش معنى مستقل فلازم يجي وراها ايه؟ الفعل الاساسي باضافه ايه؟ ing. مثال I am watching a movie now انه شاهد فيلم الان. she is studying English هي ايه؟ تدرس الانجليزيه. my cats are drink milk قطتي تشرب اللبن. في حالة النفي بقى بجيب حاجة اسمها ايه؟ برضو am و is و are زي كلمة not زائد الفعل الآخر ing. سامي isn't playing a game سامي لا يلعب لعبة أو يلعب مباراة. the students aren't going to doing a project الطلاب لا يفعلوا المشروع أو لا يعملوا المشروع بتاعهم بس بحاجة اسمها am و is و are زائد الفاعل زائد الفعل الآخر ing. طبعا am و is و are مش بمزاجي امال ايه؟ على حسب الفعل او الضمير اللي جاي بعده. لو فعل اسمه I هيجي بعدها ايه؟ او شيت او اسم مفرد is ويوزي او اسم جمع يبقى are وهكذا. وطبعا هنا بسأل بايه؟ هنا السؤال معناه هل يعني جاوب عنه بيس او no. is علا driving to work هل علا تقود للعمل؟ yes she is. are you studying math هل انت تدرس الايه؟ الرياضيات؟ no I am not. قلنا قبل كده ان يو تحول لاي واي تحول ليو في السؤال والاجابه. في بعد كده السؤال باستخدام استفهام هنجيب بقى استفهام مناسبه زائد ام واز وار زائد الفعل اخره ايه؟ ing. what is نادر doing ماذا يفعل نادر الان؟ he is playing football هو ايه؟ يلعب كرة قدم. what are you waiting for ماذا تنتظر؟ we are waiting for the bus ننتظر الايه؟ الاتوبيس. طبعا في كلمات داله بتعبر عن زمن المضارع المستمر زي كلمة ايه؟ زي كلمة now الآن at the moment at the present look listen still today this that ايه وقت. دي كلها كلمات بتعبر عن زمن المضارع المستمر. في بعد كده practice جزء خاص بالتمرين على زمن المضارع المستمر. أول حاجة معايا choose اختر سامي طبعا مفرد يبقى سامي is زائد الفعل الآخر ing. I هي بعد حاجة اسمها ايه؟ am زائد الفعل الآخر ing. طبعا am هنا أصلا مش موجودة غلطة من كتابي أنا برضه تبقى am.
I'm helping my dad at the moment. أنا أساعد أبي الآن. طبعا مش تنفع واحدة ولا واحدة من دول. بعد كده look انظر the boy is throwing. أحمد and علي aren't في النفي. We are enjoying عشان فعل آخر إنجين. Is he playing now؟ You هتبقى are you. What are you drinking؟ Are you baking؟ I am eating. I is now. Is fixing the car at the moment. Look, Sarah is sleeping on the sofa. في بعد كده تصحيح. Am you mother تبقى طبعا is عشان هنا الفعل ايه؟ الفعل مفرد. Is is. What are you learning؟ بالفعل ايه؟ اخره ing. Learning. Are the girls cleaning؟ Cleaning. is هنجيب فاعل او ضمير مفرد تبقى is مثلا ايه is he studying. No she isn't عشان she مفرد هيجي بعدها ايه isn't في النفي. بعد كده you هيجيب حاجه اسمها ايه are مع الفعل الجمع بيجيب حاجه اسمها are. she هيجي بعدها حاجه اسمها is عشان مفرد زائد الفعل اخره ing. Look the sun is shining. shin طوق وبضيف ايه ing shining. في بعد كده listen the kids عشان kids اطفال اسم جمع تبقى are زائد الفعل اخر ing playing. he is وعشان في نفي كلمه not هم تبقى is not. بعد كده the kids تاني كمان مره هم هتبقى are زائد كلمه not are not او aren't على بعضها ايه كلمه واحده. you هتبقى برضو بسأل بحاجه اسمها are مع you. are you reading the story now؟ yes. am I لا هتبقى ايه؟ هتبقى I am. yes I am. بعد كده the past simple tense زمن الماضي البسيط. أول حاجة معايا يستخدم زمن الماضي البسيط عبارة عن ايه؟ عن أحداث بدأت وانتهت في زمن الماضي في وقت محدد في وقت معين. أول حاجة معايا البسيط بقسمها لمجموعتين. في عندي حاجة اسمها أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. الأفعال المنتظمة بضيف في آخرها دي أو اي دي أو اي دي. اي دي لمعظم الافعال يعني مثلا كلمه cook هتبقى cooked. mom cooked lunch yesterday. اما لو فعل اصلا منتهي بحرف الاي بزود بس حرف الاي الدي معاه. تمام كده. like تبقى like it. she liked the party. لو فعل منتهي بحرف الواي او الواي حرف ساكن بضيف ليها ايه اي دي مع حرف الواي يعني بس حرف الواي مكانها ايه اي دي. زي مثلا كلمه carry تبقى carried. study studied وهكذا. I carried the heavy bags. اما لو فعل منتهي بحرف ساكن والساكن قبله حرف متحرك بضاف الحرف الاخير وازود ايه اي دي. زي مثلا كلمه شات تبقى شاتد زي هنا زودت حرف التي كمان وزودت ايه اي دي. we chatted on the phone. احنا ايه دردشنا على ايه على التليفون. بالنسبه للافعال المنتظمه دي افعال ملهاش قاعده ثابته في زمن الماضي. كلمه او has تبقى had. am is تبقى was. buy bought. are were. go went. speak spoke وهكذا. بس برضو ما نقلقش عشان معظم الافعال بنسبه كبيره جدا معظمها افعال ايه منتظمه يعني معظم الافعال ايه بتفهم ما بتحفظش يعني. بعد كده صيغه النفي في زمن الماضي البسيط بنفي بحاجه اسمها ايه بحاجه اسمها didn't. يبقى اول حاجه بيجيب معايا ايه الفاعل subject اللي هو الفاعل او الضمير زائد حاجه اسمها didn't زائد ايه الفعل في المصدر. he didn't go to school yesterday. they didn't bake cakes last week. هنا لو تلاحظوا ان الافعال الفاعل هنا ما قسمتوش لمفرد وجمع لا الفاعل كل واحد في الاثنين. تمام. بسأل بحاجه اسمها did زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر. did you study yesterday؟ هل ذاكرت امبارح؟ yes I did. no I didn't. السؤال هنا ايه بهل بيجوا بيس ونو. ممكن اسال باستخدام استفهام مناسبه زائد did زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر. what did you do؟ ماذا فعلت؟ we rode our bikes. احنا ايه يعتبر ايه قدنا العجل بتاعنا. الكي ووردز كلمات الداله بتعبر عن زمن الماضي البسيط هي ايه yesterday طبعا امبارح. last زي مده زمنيه معناها مضى او الماضي. 2 days 3 weeks ago كلمه ago. in the past او in زي السنه في الماضي. دي كلها كلمات داله بتعبر عن زمن الماضي البسيط. في بعد كده براكتس التمرين على الزمن الماضي البسيط. اول حاجه معايا choose اختر. اول حاجه معايا my grandparents اجدادي هتبقى bought تصف سن الفعل bought. I didn't بيجي بعدها مصدر الفعل تبقى didn't go. يارا didn't. Nelly هتبقى watered.
الفعل زائد تصريف السالب للفعل. no I في النفي تبقى حاجة اسمها ايه؟ didn't. اسمها didn't في النفي. she الفعل زائد تصريف السالب للفعل تبقى كلمة wore. did بس اسمها في الاستفهام. did she fix the broken windows yesterday. بعد كده did منى did الفعل زائد مصدر الفعل تبقى study. بعد كده they هتبقى started. أميرة didn't go. What time did you go to bed yesterday? When did you clean? He didn't paint new picture last night. في بقى تصحيح. أول حاجة معايا I هي بعدها تصل الفعل من كلمة play اسمها played. P-L-A-Y-E-D. بعد كده ملك هتبقى ate. A-T-E دي فعل غير منتظم. يوسف didn't يجي بعدها الفعل في مصر من does اسمه do. He go هتبقى went لأنه فعل غير منتظم. I studying لا تبقى I studied. S-T-U-D-I-E-D. بعد كده mom هتبقى B-A-K-E-D. what استفهام زائد did تبقى what did. بعد كده did you هتبقى did you swim. yes I did. did you eat. بعد كده where did you spend. she had الماضي بتاع have اسمه had. she had ice cream an hour ago. أميرة تبقى didn't. أميرة didn't. في بعد كده جزء خاص بالسكيلز بمهارات. reading skills مهارة القراءة. أول حاجة معايا WH words أدوات الاستفهام دي بتسأل عن حاجات محددة في جملة. أول حاجة معايا كلمة إيه؟ كلمة what معناها ما أو ماذا. what is are these are pencils هؤلاء يكون إيه؟ أقلام رصاص. where أين بس بيعني إيه؟ عن المكان. with May she is at school هي في المدرسة. بعد كده when معناها متى بس بيعني عن الزمان الوقت. who العاقل بس بيعني ايه؟ عن ايه؟ الاشخاص. whose للملكيه. which معناها اي للتخيير بخيارك من حاجتين او اكتر. بعد كده how معناها كيف. how many معناها كم العدد. how old معناها كم العمر. how long معناها ايه؟ كم مده او كم الطول للسؤال عن المده الزمنيه والاطوال الافقيه. في فرق بين كلمه tall وكلمه long. طول راسي من فوق لتحت او من تحت لفوق. اما long طول افقي بالعرض. تمام. اللي بعد كده طبعا كل واحده وليها ايه مثال خاص بيها. في برضو حاجه اسمها how much معناها كم الثمن وكم الكميه. why معناها لماذا السؤال عن السبب. تمام. في بعد كده check point. اول حاجه معايا هنا ايه here is her name. what's her name. her name is لما. مازن he is at school في المدرسه يبقى هو مكان يبقى where بس عن ايه عن المكان. won the match علا won the match. علا هي اللي فازت بالماتش تبقى بس عن الفاعل تبقى هو. do you go to school at 7 a.m. دي هنا وقت بس عن وقت بحاجه اسمها ايه when. بعد كده how many boys are there تبقى كم العدد بس عن العدد هتبقى 15. طبعا من كلمه many بجيب معاها حاجه اسمها ايه how many تعبير على بعضهم. didn't you come to the party because لان يبقى ده سبب يبقى كلمه ايه why. لماذا؟ how long ولا how old is the snake. it is 90 centimeter. طوله 60 سنتي. طول بس عن طول بحاجة اسمها ايه؟ how long. في بعد كده تصحيح. أول حاجة معايا هنا ايه؟ bag is this. it is Mona's bag. إنها حاجة بتاعت منى يبقى دي ملكية بس ممكن بحاجة اسمها ايه؟ whose. بعد كده jacket do you want the brown jacket تبقى which التخيير. which jacket do you want أي جاكيت تريده يبقى قدامي أكتر من خيار. do you study I study in my room في غرفتي مكان where بس عن مكان بحاجة اسمها where أين. is the race at 7 a.m. دي زمان بجيب حاجة اسمها ايه when. بعد كده how dresses do you buy 4 dresses 4 فساتين ده عدد يبقى how many M-A-N-Y. بعد كده is old is he is 11 يعني عمره حوالي 11 سنة بس عمره حاجة اسمها ايه how old. بعد كده do you go to the park I go by bus كيفيا تبقى how. بعد كده much is a scooter it is 1000 تبقى how much كم السعر how much. في بعد كده how to answer reading comprehension questions ازاي اقدر اجاوب على قطع الفهم. كده القراءة الموجودة في اي امتحان. اول حاجة معايا لازم اتبعها في قطع الفهم. اول حاجة معايا في اي قطعة لازم احدد الموضوع بيتكلم عن ايه. يعني الايه القطعة بشكل عام بنتكلم عن ايه. في بعد كده هنا بقول ايه sports are activity that make our bodies strong and healthy. يعني الرياضيات والأنشطة بتجعل أجسامنا
قوية وصحية. There are many types of sports like football, basketball and swimming. يعني يوجد أكثر من نوع من أنواع الرياضة مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة. When we play sports we move our bodies and exercise to stay fit. بمعنى نلعب ومش نخلي قوي سليم. Playing sports with friends is fun and helps us learn important skills like teamwork. يعني ممارسة الرياضة مع أصدقائنا ده شيء ممتع جدا وبيساعدنا في تعلم مهارات مهمة جدا مثل teamwork العمل الجماعي. Sports are a great way to have fun and stay active. الرياضة تعتبر طريقة مثالية للاستمتاع والبقاء بشكل نشط. هنا بقول ايه اول حاجه identify the general idea of the text. هنا بيتكلم عن طبعا عن الرياضه playing sports. demonstrate understanding of specific details in text. نحاول نحدد قطع تفصيليه في القراءه. هنا بقول there are many types of sports like football, basketball and في انواع كتير من الرياضه مثل كره القدم وكره السله تاني والسباحه. في بعد كده determine the meaning of words and phrases in the text. معناها نحدد معنى الكلمات الموجوده في القطعه. يعني مثلا هنا كلمه معناها طبعا تبقى good حاجه جيده. ونحاول برضه نخمن الكلمات اللي ممكن تكون غريبه بالنسبه لنا من خلال سياق الكلام وفهم الموضوع بشكل عام. هنا مثلا بقول describe the relationship between two people, events, ideas or pieces of information in text. حاول تحدد العلاقة ما بين حاجتين أو شيئين أو شخصين. What are sports؟ ما هي الرياضة؟ أو sports are activities that make our bodies strong and healthy. الرياضة بتجعل هي عبارة عن نشاط بتخلي جسمنا قوي وصحي. في بعد كده make logical things. حاجات منطقية حاول تتنبأ بيها أو تستنبطها من خلال القطعة. أول حاجة معايا هنا What is the importance of sport؟ ما هي أهمية الرياضة؟ Infer the importance of sports. اذكر أهمية الرياضة. يعتبر السؤال هو When we play sports we move our bodies and exercise to stay fit. يعني نلعب رياضة بتخلي جسمنا بتخلي جسمنا قوي جدا ونبقى أصحاء ميبقاش في عندنا أي مرض. وبرضه اتعلمنا حموات مهمة جدا زي تجمع فدي كلها فوائد الرياضة. Summarize the key supporting detail in an idea in the text. نحاول نلخص النص اللي قدامنا. هنا بقول summarize معناها لخص the passage in one sentence. لخص الفقرة أو القطعة في جملة واحدة. نقول مثلا sports are a great way to have fun and stay active. بمعنى ممارسة الرياضة دي طريقة عظيمة جدا للاستمتاع والبقاء بشكل نشيط. في بعد كده هنا بقول writing skills مهارة الكتابة. أول حاجة parts of speech معناها أجزاء الكلام. في حاجة عندنا اسمها nouns الأسماء، pronouns الضمائر، verbs الأفعال، adjectives الصفات، preposition معناها حروف الجر. تمام. أول حاجة معايا هنا بتقول الناونز الأسماء. يعني اسم؟ الاسم دوت عبارة عن كلمة بتحدد شخص أو حيوان أو مكان أو شيء. ممكن الاسم دوت يأتي فاعل في الجملة أو مفعول. مثلا ندى is short. طبعا ندى ديت اسم شخص. My car is new. عربيتي تكون جديدة. دي اسم شيء. I have a car. أنا أمتلك عربية. هنا مكان مفعول. يعني هنا ضمير فاعل أو هنا اسم فاعل وهنا مفعول. في بعد كده حاجة اسمها pronouns الضمائر بتحل محل الأسماء زي I, we, he, she, it, we, you, they. We are very happy. نحن نكون سعداء. They have two children. It is a bag. circle the pronoun نحدد ضمير وماله هتبقى she is clever. They are very active. What is she doing؟ طبعا دي كلها ضمائر خاصة بكل واحدة من دول. في بعد verbs الأفعال بتعبر عن حدث معين أو شيء معين وفي الغالب بقت الفعل بعد بعد الفعل. يعني فاعل بعد الفعل، فعل بعدها الفعل. We eat our lunch at 3 a.m. She walks to work every day. هنا بقول read the story and circle the verbs. اقرأ القصة وحدد الأفعال. أول حاجة معايا هنا I visit my grandparents every week. I go in the club every Friday. I play tennis and meet my friends. We have lunch together and go to the cinema. كده تم تحديد الأفعال الموجودة في القصة. في بعد كده حاجة اسمها adjective اللي هي الصفات بتصف الأسماء وفي الغالب تأتي الصفة قبل الاسم أو بعد الفعل اللي هو verb to be. This is a tall giraffe. هنا tall هنا جاب بعد بعد verb to be اللي هو am و is و are. The elephant is big برضو بعد verb to be. هنا بقول لي circle the adjective. ضع دائرة حوالين الصفات. long dress house band. طبعا كلمة long. right eat scary jump. scary مخيف. car school bark thin معناها شخص رفيع. في بعد كده حاجة اسمها preposition اللي هي حروف الجر. حروف الجر
بتدل على ايه؟ بتدل على الوقت او المكان. on, next to, on front of وهكذا. وفي الغالب بتبقى الحروف الجرية قبل الاسماء. The book is under the bed. الكتاب تحت السرير. I go swimming on Mondays. بذهب للسباحة في أيام الاثنين. هنرتب مع بعض. The bag is on the table. The hat is on my head. Dad is in his office. في بعد كده هنقول ايه؟ لاحظ استخدام حروف الجر الآتية. at بتيجي مع الايه؟ مع الأوقات بشكل عام. at 3 o'clock, at 3:30, at night. in بتيجي مع الايه؟ مع الفترات الزمنية الطويلة. دي مثلا شهور والايه؟ فصول السنة والسنوات. in summer, in May, in the morning, in 2018. دي سنة اهيت. on بتيجي مع أيام الأسبوع مع التواريخ. مثلا on Friday يوم الجمعة. on 5th May يوم 5 10th في يوم 10 يوليو وهكذا. في بعد كده choose اختر. read and choose the correct answer. اقرأ واختار الجملة الصحيحة أو كلمة صحيحة. أول حاجة معايا هنا ايه؟ I get up. هنا ساعة تبقى at مع الساعات. we visit grandma هتبقى on مع يوم الأسبوع on Friday. I was born in January. in مع الشهور. my birthday is on مع التواريخ on June 7th. my father sometimes comes late هتبقى at night بالليل. I bought a new car in مع سنوات in 2023. The football match is هتبقى at 7 p.m. Do you study in the evening? He sleeps at midnight. My friends visit me on Sunday يوم الأحد. في بعد كده sentence formation تكوين الجملة. عشان أكون أي جملة لازم أراعي جملة بمعنى إيه؟ يعني الجملة أول حاجة لو مثبتة بجيب حاجة اسمها الفاعل زائد الفعل زائد باقي الجملة تكملة. مثلا إيه؟ She eats an apple a day. The children play football every Friday. هنا جبت الفاعل زائد الفعل زائد باقي الجملة تكملة الجملة المفعول أو باقي الجملة. في جمل بتحتوي على أفعال مساعدة مفيش مشكلة بالنسبة لي عادي. ممكن يجيب برضو الفاعل زائد الفعل المساعد زائد الفعل الأساسي بتاع الجملة زائد باقي الجملة. مثال She can do the housework. They are playing football. Noah doesn't have a car. أما بالجملة الأمرية بيجي بالفعل في المصدر تمام كده زائد باقي الجملة. close the door اقفل الباب. go to your bed روح السرير بتاعك وهكذا. أما لو جملة استفهامية سؤال بهل بسأل بدو أو does الفعل المساعد تمام كده زائد الفاعل زائد الفعل الأساسي بتاع الجملة زائد باقي الجملة. هنا مثلا does she have a job? is he بيستخدم استفهام مش مشكله برضو استفهام مناسبه زائد الفعل المساعد زائد الفاعل زائد الفعل الاساسي بتاع الجمله زائد تكمله الجمله. هنا ترتيب. اول حاجه معايا هنا I read many books. Elephants are big animals. We go swimming on Fridays. Can you ride a bike? Clean your room every morning. في بعد كده حاجه اسمها punctuation marks علامات خاصه بالترقيم. في بدايه الجمله الخبريه والامريه والاستفهاميه اي جمله وايام الاسبوع والشهور والضمير I في اي مكان في الجمله واللغات والجنسيات واسماء الاشخاص والبلدان والاماكن الشهيره دي كلها كلمات لازم ابدا فيها بحرف كابيتال. مثلا A deer lives in Luxor. Jack speaks English and French. Today is Tuesday. I visit the Eiffel Tower in Paris. دي كلها كلمات بقت فيها بإيه؟ أول حرف فيها كان حرف كابيتال. نطبق هتبقى I capital. I play basketball every week. H capital. Japan. J بتاع Japan capital. Last year. الام capital. محمود اسم capital. is a doctor. دي كلها حروف لازم تكون capital. في بعد كده حاجة اسمها period أو full stop. دي موضعها في آخر الجملة الخبرية سواء مثبتة أو منفية. This is my friend أسامة أو أسماء. Do your homework please. أما question mark أما استفهام ضع في آخر جملة استفهامية سواء استفهام بهل أو استفهام بهل استفهام. When do you sleep? Do you have a computer? في بعد كده حاجة اسمها exclamation ضع العبارات اللي بتعبر عن التعجب والترحيب والشعور القوي. Hello, wow, what a nice day. هنا بقول punctuate the following using periods, question mark, exclamation points. هنضع في هذه الجمل علامة الترقيم ديت. أول حاجة معايا The flower is red. طبعا دي جملة خبرية full stop. بعد كده when is the English class دي طبعا جملة استفهامية بquestion mark علامة استفهام. I like spaghetti أنا أحب السباجيتي full stop. You are great تبدو عظيم دي علامة تعجب طبعا. Do children like ice cream هل الأطفال بيحبوا الآيس كريم دي سؤال question mark. واو رائع
تعجب exclamation ايه point. في بعد كده حاجه اسمها كوما، الفاصله السفلى في الكلام. دي موضعها امتى؟ بنستخدمها امتى؟ في القائمه، وفي بعد يس ونو في الاجابه، وقبل كلمه but، وقبل كلمه بليز اذا جاءت في نهايه الجمله. yes sports بعد يس اهيت. I like playing sports but قبل كلمه but I don't like reading books. Can I have some tea please؟ هنا بقول لي ضع الكوما في هذه الجمل. He eats chicken but ضعها بقى ايه كوما اللي قبل كلمة but he doesn't eat eggs. Hannah's hobbies are reading, drawing and swimming اصلا موجودة اهيت. Yes كوما yes she has a bike. في بعد كده apostrophe الفاصلة العليا موجودة فين بقى؟ قبل اسم الملكية وقبل الايه الاختصارات. My sister's car is big. I am a boy. Omar isn't as طبعا تبقى ايه this is هنشيل الاي نحط مكانها ايه apostrophe. They are what's your a address. طبعا هنا برضو ايه apostrophe s. خلاص نشيل دي بقى عشان مبقاش ايه في حاجتين مع بعض في نفس الجمله. يبقى this is Hannah's room. practice find and write two missing punctuation marks. نضع 2 علامات ترقيم، علامتين ترقيم في كل جمله. اول حاجه طبعا ايه I capital، بعد كده ايه I love cooking baking and playing football، في الاخر ايه full stop او period. اتش كابيتال بتاعت هدى. Thursday تي كابيتال برضه. في apostrophe هنا وفي هنا question mark. الدي كابيتال وفي question mark. التي كابيتال في full stop. الاي كابيتال في full stop او period. الدي كابيتال وفي هنا apostrophe. بس كده. tips for writing a paragraph، نصائح لكتابة الايه الفقرات. اول حاجه معايا لازم ايه نضع عنوان مناسب للفقره. مثلا هنا هي قال هي ماي سكول مدرستي. اول كل جمله لازم ابدا بحرف كابيتال، حرف كبير. هنا school is a place where we 6 we study interesting subjects like math, science, languages and arts. We also have fun activities like art and breaks. School is a place where we make friends and create memories that last a lifetime. لازم اخد بالي من علامات الترقيم وخصوصا الكوما، ولازم انهي كل جمله ببيريود فول ستوب يعني، واستخدم الزمن المناسب الخاص بكل جمله وحسب ايه معنى الجمله برضو. وبرضه اتاكد ان ايه مفيش اي اخطاء املائيه موجوده في الجمله، ولازم استخدم جمل بسيطه، مش لازم ايه اخد جمله او اكتب جمله تكون ايه كبيره معقده، لا ممكن واحد ممكن يستخدم ايه جمل بسيطه خالص بحيث مثلا ما يتلخبطش وهو بيكتب. هنا بيقول لي ايه اتكلم عن ماي ويك اند عطله نهايه الاسبوع بتاعتك. بيقول لك هنا استخدم كلمه جريت وفريندز. طبعا وانا بكتب باراجراف اراعي ان بكتب ايه حوالي كام كلمه 50 كلمه تمام كده. ولازم برضو ما اخرجش عن الموضوع بتاعي، لان هنا قال لي مثلا ايه اتكلم عن عطله نهايه الاسبوع، ما ينفعش اتكلم عن المدرسه عشان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. فلازم برضو اكون مركز واعرف ان بكتب عن ايه بالظبط.